أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكون بصحة وسلامة يا رب. الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم فيه بقى طبعا عن بقية العملات التذكارية القديمة، والسلسلة خلاص قربت تخلص كده، فاضل فيديو كمان وبعد كده هعمل بقى فيديو اجمع كل العملات دي. طبعا عشان مثلا اللي بتاع ده متفرجش على الفيديوهات القديمة بتاع، والاسعار طبعا هتلاقيها متغيرة بسبب سعر الدولار. سعر الدولار عمال يطلع وينزل، فاهمين قصدي؟ فهتلاقي الاسعار متغيرة. فانا هعمل بقى فيديو مجمع للعملات دي كلها، بحيث مثلا ايه متقعدش تتفرج مثلا على الست فيديوهات كلهم كاملين. تمام؟ فانا قوم جاي اعمل لك فيديو كامل مجمع، بس ان شاء الله بعد الفيديو دوت. تمام؟ في فيديو كمان بعد ده، بعد كده هعمل الفيديو اللي هو ايه العملات التذكاريه كلها. أنا هنزلها فيديو، هيبقى فيديو طويل شويتين يعني. فخلونا قبل ما نبدا نصلي على سيدنا النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وتكون اول عمله معانا النهارده العشرين قرش بتاع دار الاوبرا المصريه، اصدار سنه 88، وانتهى الاصدار بتاعها سنه 88. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام، والقطر بتاعها 27 مليمتر. السماكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السكة المعروفة عنها 250 ألف قطعة فقط لا غير. بسعر الأنصر 445 جنيه، بواقع 9 دولار. نخش على ال20 قرش بتاعت حرب أكتوبر، إصدار سنة 89 وانتهى إصدارها سنة 89. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام، والقطر بتاعها 27 مليمتر، والسماكة 1.4 مليمتر. كمية السكة المعروفة عنها 250 ألف قطعة فقط لا غير. بسعر الأنصر 617 جنيه، بواقع 20 دولار. نخش على تالت عملة معانا النهاردة ال20 قرش بتاعت اللي هي الإسكان، إصدار سنة 86 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 86. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام، والقطر بتاعها 27 مليمتر، والسمكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 500 ألف قطعة فقط لا غير. بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 495 جنيه، بواقع 10 دولار. الأسعار طبعا متغيرة بسبب إن سعر الدولار في النازل. تمام؟ يا رب يفضل نازل على طول عشان الدنيا تصلح حالها شوية. مهم يعني نخش على ال20 قرش بتاعت عيد الشرطة، إصدار سنة 88 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 88. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام، والقطر بتاعها 27 مليمتر. السماكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 250 ألف قطعة فقط لا غير. بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 1130 جنيه، بواقع 23 دولار. ويعني اللي هي كانت عملة واحدة اللي أنا لقيتها على الإي باي، كانت كمان مقيمة من شركة التقييم، فهي جايبة السعر ده. تمام؟ ولسه عشان طبعا في سعر الشهادة، فهي ممكن تكون مثلا سعرها 13 دولار من غير التقييم. تمام؟ لكن خلينا نقول إن سعر الشهادة برضو رافعها، فهي وصل ل1135 جنيه، بواقع 23 دولار. تمام؟ نخش على العملة اللي بعد كده ال20 قرش بتاعت اللي هي الهيئة العامة للاستثمار، إصدار سنة 1987 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 87. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام، والقطر 27 مليمتر، والسمكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 250 ألف قطعة فقط لا غير. بسعر القطعة الأنصر 395 جنيه، بواقع 8 دولار. نخش على ال10 قروش بقى بتاعت حرب أكتوبر، إصدار سنة 89 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 89. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 4.5 جرام، والقطر 25 مليمتر. أما السمكة بتاعتها 1.2 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 250 ألف قطعة فقط لا غير. بسعر القطعة الأنصر 495 جنيه، بواقع 10 دولار. نخش على العملة اللي بعد كده ال20 قرش بتاعة التأمين، إصدار سنة 89 وانتهى إصدارها سنة 89. معمول من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام، والقطر 27 مليمتر. السماكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 250 ألف قطعة فقط لا غير. بسعر الأنصر 495 جنيه، بواقع 10 دولار. نخش بقى على ال10 مليمات اللي هي الثورة التصحيحية، إصدار سنة 80 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 80. معمولة من مادة النحاس قصدي مادة البرونز والألمنيوم، أنا آسف، معمولة من مادة البرونز والألمنيوم. القطر بتاعها 21 مليمتر. السماكة بتاعتها 1.5 مليمتر. كمية السك المعروفة 2.5 مليون قطعة، 2.5 مليون قطعة. بسعر الأنصر ب150 جنيه، بواقع 3 دولار للقطعة الأنصر. تمام؟ لما انا بقول لك الانسر ده، انا جايب لك اللي هي الحاله الاعلى،
من الحالات العملات. تمام. فانت برضو يعني مثلا ما تطبقش السعر مثلا 150 جنيه على العملة اللي معاك، اللي ممكن تكون حالتها مثلا متوسطة او رديئة، تمام، او حتى جيدة. انا بقول لك السعر اللي هو التوب، عشان خاطر انت بعد كده انت تنزل بنفسك السعر، تمام، للحالة اللي معاك. المهم يعني نخش على العملة اللي بعد كده. الخمس قروش بتاعة اليونيسيف إصدار سنة 72، وانتهى الإصدار بتاعها سنة 72. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 4.51 جرام، والقطر 24.5 مليمتر. السماكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 500 ألف قطعة فقط لا غير. بسعر القطعة الأنصر 175 جنيه، بواقع 3.5 دولار. نخش على آخر عملة معانا النهاردة. العشر قروش بتاعة الفاو، إصدار سنة 75، وانتهى الإصدار بتاعها سنة 75. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام، والقطر بتاعها 27 مليمتر. أما السماكة 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 2 مليون قطعة فقط لا غير. بسعر القطعة الواحدة الأنصر 345 جنيه، بواقع 7 دولار. تمام. وبكده بتكون يعني العملات النهارده بتاعت الفيديو، زي ما انتوا عارفين انا بجيب بس بتاع 10 عملات بس في الفيديو الواحد، عشان مكبرش الفيديو عليكم. لان لو مثلا ممكن اقدر اجيب 20، بس هتلاقي يعني ضعف العدد الوقت ده. تمام. بس انا قررت زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو، ان شاء الله اما نخلص الفيديو اللي هو الجاي ان شاء الله على خير يعني، وخلصوا وهنجي اعمل لكم فيديو بقى مجمع لكل العملات التذكارية دي. لو عايزين نضيف فيها بقى طبعا الجنيهات التذكارية الجديدة اللي هي 2021 و2020 و2019 والحاجات ديت، عرفوني برضو في التعليقات، بحيث برضو ان هي من ضمن العملات التذكارية. عايزين اسيب الفيديو ده لوحده والفيديو ده لوحده برضو، انا ما عنديش مشكلة. الاسعار كل يوم بتتغير، انا ممكن كل يوم انزل على نفس العملة الاسعار بتتغير، بس انا بجيب لك الرينج المتوسط الاسعار في الايباي وباجي اعرفك بيها. يوم ما بحتاج اعمل بقى فيديو جديد، فاقوم جاي مثلا بقى بعد شهرين تلاتة من اصدار فيديو مثلا، نفس الفيديو بس بعد شهرين تلاتة مثلا تكون الاسعار اتغير فيها تغيير كبير. تمام. زادت بقى بنسبة مثلا 20 30%، او قلت بنسبة مثلا 15 20%. فباجي اعرفك الاسعار الجديدة. تمام. لانها زيها زي يعني اللي بيحدد سعرها الناس في الاول وفي الاخر، العرض والطلب. فهي زيها زي مثلا نقدر نقول مثلا زي الذهب على فكرة، اللي هو برضو الدهب هو اللي بيحدد سعره، العرض والطلب بتاعه. تمام. ويعني ان شاء الله بس ايه الاشتراكات يعني يا جماعة واقعة خالص، واللايكات يعني عقبال ما الاقي على الفيديو مثلا 20 30 لايك، مع اني والله العظيم بتعب جدا في الفيديو، بس الناس مش عارف بتخش ما بتدوسش لايك او حتى ديسلايك. عرفني انت الفيديو عاجبك ولا مش عاجبك. يعني مثلا مش عاجبك دوس ديسلايك، وانزل قول لي في الكومنتات في كذا مش عاجبني في الفيديو، في كذا مش عاجبني في الفيديو، اي حاجة مثلا مش عاجباك. ولو الفيديو عاجبك ما تنساش تحط اللايك، وبرضه تحط لي تعليق جميل منك. والله بفرح جدا لما بلاقي تعليق جميل من الناس، بفرح، بحس ان انا فعلا بقدم حاجة، بقدم محتوى للناس، بحاول افيد الناس على قد ما اقدر. ولو انت مش مشترك في القناة ولسه جديد معانا، فيعني اشترك معانا في القناة وفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.